كلنا بنواجه النقد في حياتنا، ومرات كتير بيكون النقد ده سلبي أو جارح. في الحقيقة إنك تقدر تحول النقد السلبي فرصة تطور بيها نفسك. في الحلقة دي هتعرف إزاي تعمل ده ب3 خطوات بسيطة. أول خطوة هي إنك تسمع النقد بدون ما تاخده بشكل شخصي مع الكلام كله، وحاول تميز الكلام إذا كان فيه حاجة مفيدة. لما حد يوجه لك نقد اسأله إيه النصيحة اللي ممكن تضيف لي، بدل ما تدخل معاه في جدال. كل نقد لازم ناخده بجدية، لازم تعرف تفرق بين النقد البناء والنقد اللي هدفه الإحباط. اكتب النقد اللي سمعته واسأل نفسك هل ده حقيقي؟ أقدر إن أنا أستفيد منه؟ النقد هو فرصة للتحسين، حتى لو كان نقد سلبي ممكن تاخده كدافع لتطوير نفسك. حدد نقطة من النقد ده عمل عليها بشكل يومي 6 أسبوع. النقد جزء من الحياة، لكن انت اللي بتقرر ازاي تتعامل معاه. اسمع، قيم، وطور من نفسك. شاركوني في التعليقات ايه اكتر موقف واجهته فيه نقد صعب، ازاي اتعاملتوا معاه. بس كده، سلام.